ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكه سام. وزي ما قلت لك انت دخلت المملكه بمزاجك هتخرج منها بمزاجك، بس قبل ما تخرج من المملكه ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. طبعا كلنا عارفين ان رمضان فيه مسلسلات كتير موجوده، تقولش طرنش مسلسلات بيفتح. مشكله لما يبقى عندنا وقت نقعد نتفرج. قلت ابص كده على المسلسلات اللي موجوده، اكتشفت حاجه. شعبان مشارك بمسلسل بابا المجال، عمرو سعد مشارك بمسلسل الاجهر. طب كويس، مسلسل هنا مسلسل هنا، الاتنين انفصلوا عن بعض، بس لما تيجي تتفرج في الاخر تلاقي انك ضيعت وقت كتير، تلاقي انك ضيعت وقت انك تشاهد مصطفى شعبان لوحده، وضيعت وقت انك تشاهد عمرو سعد لوحده. عشان ما تضيعش وقت وتشاهد بابا المجال لوحده وتشاهد الاجهر لوحده، انك ترجع تشاهد المسلسل ده تاني. هو نفس الكلام، هتلاقي نفس الكلام اللي بيتقال هنا هو نفس الكلام اللي بيتقال هنا. عرفنا يعني سياسي الكوبي بيست، خدنا من هنا شويه الفاظ ومصطلحات وحطيناهم، وخدنا من هنا شويه الفاظ ومصطلحات وحطيناهم، نفس الفكره ما غيروش كتير. مسلسل الاجهر مسلسل بابا المجال، تيجي في الاخر تتفرج على ملوك الجدعنه هتطلع بالخلاصه بتاعتهم. دي فكره المسلسلين، فليه نضيع وقت كتير لما ممكن نتفرج عليهم مره واحده في مسلسل واحد. مسلسل برضو اللي انا حاسس ان هو كوبي بيست، وحاسس ان هو برضو ممكن يكون مقتبس، هو مسلسل ضرب نار بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم احمد العوضي. احساسي بيقول والهيئة والشكل العام بتاع المسلسل من اول حلقتين، مش قادر ان انا احدد بالظبط، بقول ان هو مقتبس من فيلم الهروب للنجم احمد زكي. هل دي حقيقة؟ هل الاحداث هتختلف؟ احنا لسه في اول حلقتين ما نعرفش، بس الفكرة كلها انا حاسس ان في مسلسلات هتبقى عبارة عن كوبي بيست، خد من القديم وحط في الجديد، مفيش افكار مفيش ابداع، ان احنا نحشي 30 حلقه في رمضان والناس تتفرج وهي الناس بتنسى. وزي ما قلت لك انت دخلت المملكه بمزاجك هتخرج منها بمزاجك، بس ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.